محمد المصطفى الصادق المصدق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صلى الله عليه صديقا وصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد بالصفا والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعلى حبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه. فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه. ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. نصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده ربه. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، صلى الله وعظم عليه. هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بتراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله العبد الذي لا تنحسر أفراده بذا صلى الله ولا عليه. يبلغ بكثرة تردد صلى الله حيث عليه. أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. شرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. اتصل به قلب منيب إلا من سواب بفضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. لقلب سرور قد توالى بحبيب عملنا منولا صلى الله جل من عليه. شرف الوجود بنور ونرى الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه. بالحسن أعلى مقام وثناها بمجده وتعالى صلى الله عليه. في مجدنته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. ومن فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤوني وكماله صلى الله عليه. من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويعار في تعجل معاني الجنان صلى الله عليه. نشر منه في عالم البطون والذول ما ملا الوجود الخلقي نور صلى الله فتبارك عليه. الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة. لقد جاءكم رسول من اللهم صل وسلم أنفسكم عليه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد صلى الله عليه. سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والملء لله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله بمن الأمة بشرا كثيرا فكان في أمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. تكرم الله بها على البشر من نعمة إن تسرسلها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وسعيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمات لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه. المصلي عليه وينبش في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. إلى نشر الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تألقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. تنقل ذلك الجمال الميمون بالأصنام الكريمة والبطون فما من سلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موضع استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. مستقر بالأسلام الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. يرى الأمكار ظهوره وبار
فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف صلى الله بأن يرقم في عليه هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشريفا للشافعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا صلى الله ولكن عليه. الجليل تدوير ما في من أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع يدخلني بشفاعة هذا النبي الشافي آمين بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام الله 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 كلما ناديت يا رب قل يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قل يا عبدي أنا الله 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 الله
من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سلام كبيسك الختام عليكم أهاي بابنا يا كرام. سلام كبيسك الختام عليكم أهاي بابنا يا كرام. ومن ذكره أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مناي وأقصى المراد. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مناي وأقصى المراد. فهل تسعدني بصف الوداد وهل تمنحوني شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا إلا المنى
لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والتمر أنجز وحده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشد البشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يحظى ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه بحدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز بالعالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه وسلم فاستوضعت هذا النور المبين
أصلاب وبطون من شرفت من العالمين صلى الله عليه فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم صلى الله عليه عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وسولها صلى الله فحملته عليه برعاية الله كما ورد عنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا تشكو عليه منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله صلى الله عليه بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وجعل قلبي هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه كمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه من الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببرز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كشفت كناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه الأمة أن يحضر عند ودعه أمة
تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه. بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه. الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فنفى صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. حضرك رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله. وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم نغرا واستضيفوا بجمال يا رسول الله. فقبل الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد وسلم عليه. الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. اللهم صل على محمد وسلم عليه. سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد. الله مرحبا مرحبا
محمد. أفضل ذكري قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من سورة الواقعة والمعوذة والإخلاص والموعظة وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما أهلنا وما سبحناك الله حمدك وما صلى وسلم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من عمل صالحات في هذا المجلس المباركة هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة منك نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا أحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها بل وبرسوسنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خلع قاسم والبقي المقدم محمد بن علي بعلوي جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وقي عقيل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والإمام النووي ثم إلى أرقد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البراس ثم إلى أرقد بالشطح البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الحبشي قطب الملي الحبيب علي الحبشي ووصولهم مورم قطب البير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخلف الكمدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا والأدم مخضر وعمر مخضر وإخوانه ثم إلى الحبيب عبد القادر أحمد جدة والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى الحبيب علي كويتا والحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيخ بافكي بطوبته وأصولهم والحبيب عبد الله والحبيب عبد الله الحداد بان والحبيب جعفر بن شيخان سقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب علي بن سقا وسقا والحبيب هادي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب محمد بن حفيظ بن سالم والحبيب شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر شاطر والحبيب والحبيب أبو بكر شاطر والحبيب حسن شاطر والحبيب سالم الشاطري ثم إلى الحبيب المشهور بن شيخ بن حفيظ وأصول ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقي والحبيب صالح بن حميد تنقل وأصولهم مفرم ثم إلى روح من اجتمعنا هنا سبيل المرحوم إلى رحمة الله الحي القيوم الحبيب أبو بكر العادني وأصوله وفره وجميع سادة ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته ثم إلى روح الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقا والحبيب ثم إلى روح الحبيب والحبيب هود بن عدرس الحسني والحبيب شعلي الحسني والحبيب عمر بن شعلي الحسني وأصولهم مفرم ثم إلى روحي جاسم موسى من زوجته وجهاشم رب زوجته وأصول مفرم ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران
الرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا ويجعل بعمل في العمل مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود ظافره على باب عزته وطرح الفتوشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد العمد الرسالة. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة على أبي الأكبر المحبوب والمخصص بشرف في كل موت مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقيك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بآجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعينين يدك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق دبائه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وأذن جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظهره وعم بركته وشرف جدي أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأرم رائد القوي في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المغروبين واغدي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعددين والظالمين وابسط الدولة الحق في جميع النواحي والأغضار وأيدهم بتعييد بنتك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي حرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وسقي في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب محبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.